هلا شباب، شلونكم؟ حياكم الله ونورتوا يا احلى متابعين. والله شباب اجيتكم بمقطع جديد وفيديو جديد. اليوم راح نهجم بالهوك الخارق، فخليكم ويا الفيديو ويلا بينا. بداية الكلام وبداية الفيديو انا قلت لكم يا ولد اليوم راح نهجم بالهوك الخارق. بس قبل ما نهجم بالهوك الخارق يا ولد اريد من عندك هسه تدخل وتشترك وتفعل زر الجرس وتعطيني لايك وتشارك القناة. يلا بينا يا احلى متابع. حاليا يا ولد اليوم وراح نهجم بالهوك الخارق، بس نهجم بالحساب هذا الحساب، نهجم بهذا الحساب بتاون 15. راح نهجم بهذا التاون وبعدين نحول على تاون 13 ونهجم بالهوك الخارق يا ولد. فخلينا من الكلام ولا نطول عليكم الفيديو والهجمة وندخل على الحرب. وانا الخصم مالتي رقم جبت عليه نجمتين، هسه حاليا راح اهجم على رقم 4 ان شاء الله اجيب عليه المسح، لان جايبين عليه نجمة ولازم انا اجيب عليه 3 نجوم حتى اضمن المسح. فندخل على الخصم ونشوف منين راح نهجم عليه حتى لا نستعجل، حتى نضمن المسح يا ولد. راح نهجم عليه من صفحة البيت، صفحة الدعم احسن، حتى ناخذ المجانيق وناخذ الدفاع الجوي وناخذ النسر. هاي راح نهجم يعني من هنا من هاي الصفحة يا ولد، راح نهجم من هاي الصفحة حتى نضمن المسح. ندخل ونقول يا الله. حاليا يا ولد هذا الخصم اللي قلت لكم عليه وهذا اللي راح نهجم عليه يا ولد، ولازم ما نغلط الصراحة، لأن الغلط مو من صالحنا، الغلط مو من صالحنا. راح ننزل تنين من هنا حتى ننظف له هاي وتنين منا، وننزل الملكة من هنا والهلال 5 وننزل الدعم العربة حتى تفتح لي الجدار. ننزل تنين حتى لا تسحب الملكة تسطح. راح ننزل الملك من هنا وننزل تجميد وننزل باقي الجيش كله يا ولد، وننزل ابو حنونه ونطي غضب ونفعل طاقة ابو حنونه ونطي تجميد بتجميد بغضب. هنا نطي تجميد ونفعل طاقة حمد، فعل طاقة عمشة. ما بقى عندنا بس غضب وتسريع، وراح ننطي غضب هنا ريج حتى لا تموت الملكة. صراحة فعلت الملك طاقة الملكة من وقت، راح نعتمد على الملكة الصراحة. هسه راح نعتمد على الملكة لأن الملكة بعد هي بطاقتها، وعندنا تنين، عندنا تنين واحد، وعندنا هم وقت يعني الملكة ماتت، الملكة ماتت. يلا هاي قلنا يلا هاي ما صار شيء. اخذنا نجمة يعني باعتبار اخذنا نجمتين. غلط من عندي صار الصراحة، دائما استعجل يا ولد. حاليا هسه اخذنا نجمة على الخصم وراح نحول على الحساب التاون 13 ونهجم بالهوك الخارق يا ولد. احول العفو واجيكم شباب. اجيتكم من جديد يا ولد، وهذا الحساب هذا الحساب اللي عندي يا ولد، وراح ادعم نفسي بنفسي يا ولد، لين ما حد موجود بالكلان، فراح ادعم نفسي بنفسي وراح اختار الخصم اقدر يا ولد الصراحة.
اختار لي خصم حتى اضمن المسح. نشوف رقم 30 والله. شو تقولون نهجم عليه هذا الرقم؟ خلنا نهجم عليه نشوف، لان هو باقي بس هو هذا. يلا كل شيء موجود، كل شيء موجود. وهذا الخصم اللي راح اهجم عليه يا وليد، راح ننزل الملكة منه والهيلر، ننزل حمد منه، وننزل عمشة منه، وننزل الدعم هنا. لا تموتين الملكة الصراحة، ما اريدش تموتين هسه. هسه راح ننزل الجيش، ننزل بابا حنونة، نعطي تجميد بشفاء، التجميد ونفعل طاقة الآمر. حنطي ريج، ما نمسحه يا ولد الصراحة، ما نمسحه لأن ما طول الملكة ماتت. يلا على كل هجمنا الحرب، جيتكم شباب من جديد، وهجمنا بالهوك الخارق، وجبنا العيد بالهوك الخارق. يعني انا ما ماسح بالهوك الخارق كم هجمه. تعلمت بالهجمات الهوك الخارق، والدليل راح اشوفكم وياه انا يا ولد. هاي هنا راح استعرض لكم الهجمات جبت بيها مسح. هاي هنا نزلت الملكة من هنا، بعدين الملك والبطلة، نزلت الدعم مباشرة، بعدين نزلت الجيش والهوك الخارق، وبدأ الشغل مال الهوك الخارق. شباب الهوك الخارق وهجوم الأرضي يعتمد على سرعة السبلات اللي عندك. على السبلات اللي عندك لازم بصورة صحيحة، يعني تنزلهن بصورة صحيحة على الجيش. وانتم شفتوا بالهجمة مالت الحرب نزلت السبلات غلط الصراحة، واخرتهن يعني بعض الماء. فحاليا هجمنا بالهوك الخارق وبالتاون ال15، وشفت الهجمة جبت بها العيد بالهوك الخارق على رقم 30 وعلى بالتاون 13. فشباب اللي هنا وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو، إذا عجبكم العيد جبته بالتاون 13 وبالتاون ال15، أريد من عندك هسه تدخل وتشترك وتفعل زر الجرس وتعطيني لايك وتشارك القناة. ومع السلامة يا أحلى متابع.